السلام عليكم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة، وإن شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي بأحسن الأحوال. اليوم جيتكم بوصفة تاع البريوش ساهل بدون بيض، يجي ما شاء الله، يجي خفيف ريشة ويحمر الوجه كذلك. وجيتكم بتدبيرة صغيرة يعني إن شاء الله تفيدكم. شوفوا كيفاش يجي هذا البريوش، يعني يجي ما شاء الله، يعني خفيف خفيف خفيف، ويجي القوام تاعو بزاف بزاف هشيش. صدقوني يعني وصفة من أروع ما يكون، وكذلك بدون بيض. يعني شوفوا الوجه تاعو ما شاء الله بلا بيض بلا حتى حاجة، يجي هكا. يعني ما عليكم غير تتبعوني، يعني خطوة بخطوة راح نعطيكم كل التفاصيل ان شاء الله. يعني تعجبكم الوصفه نتاعي لنهار اليوم. شوفوا يعني خليتكم تشوفوا مليح مليح القوام تاعو. شوفوا كيفاش يجي، يعني نبدلو شويه، درتو في الخبزه تاع، يعني درتو في المول تاع الموسكوتشو، يجي ولا اروع. يعني يجي على شكل زهره. قلت لكم يحمر الوجه، تقدروا تخرجوا به يعني لضيافكم وما يشدش الوقت بزاف. هنا قسمت لكم حبه، شوفوا كيفاش يجي الداخل، يجي يعني قطني ما شاء الله. هنا كنت حشيته بالشيكولا، ويعني من الداخل وطيبته، يعني طيبته. يعني تحبوا الثومه ديروه قريصات صغار وكامل وتحشيوه كي طيب، تحشيوه من الداخل يعني نورمال الثومه واش حبيتو. شوفوا خياتي واش نحتاجو في الوصفه. هنايا ضعفت الكميه نتاعي، انا هنا درت 3 كيسان تاع الحليب. يعني راح نكتب لكم كامل المقادير تاع الوصفه، نزيد نكتبها لكم في صندوق الوصف كما ولفتوني خياتي. هنا درت 3 كيسان تاع الحليب، يكون دافئ ماشي سخون، دافئ. يعني ديما كيما نعرفوا كون نديرو سخون يحرق لنا الخماره تاعنا، يعني الخميره تاعنا ما تخمرش مليح، نديروه دافئ. قلنا نديرو 3 كيسان تاع الحليب دافي. نديرو السكر تاعنا اللي هو كاس ناقص اصبعين تاع السكر، ونديرو 3 ملاعق تاع السكر، عفوا تاع خميره تاع الخبز. نديرو 3 ملاعق صغار ماشي كبار، نديرو 3 ملاعق صغار تاع خميره الخبز. نخلط بالفوي كما شفتوني، ومن بعد نضيف الزيت انا هنا درت كاس ناقص اصبع، يعني اصبع ولا اصبعين ميهمش. انا درت كاس ناقص اصبع تاع الزيت. وقلت لكم السكر، اللي يحب الحلاوه يقدر يدير حتى الكاس. انا ما نحبش الحلاوه بزاف، نقصت يعني درت وزدت حشيته بالشيكولا. يعني درت كاس ناقص اصبعين تاع السكر كيما شفتوني. خلط بالفوي، ومن بعد ضفت الفارينه شويه، ومن بعد كده زدت ضفت عليها الخميره، وقعدت نخلط كيما راكم تشوفوا خياتي. باش راني نخلط بالفرشيطه، يعني الفرشيطه كيما حنا نقولوا زعما كيما حنا نقولوا ندلك، وليو تدلكي ولا تخبطي ولا تضربي، ولا بالفرشيطه خبطيها مليح مليح تحصلي على داك القوام الرائع. يعني في البريوش ولا في الخبز ولا في لامونه ولا اي حاجه. يعني هذه الطريقه سهله يعني تساعدكم في الخدمه. تحكموا فرشيطه تاعكم اللي تكون فرشيطه يعني شويه تكون شاده صحيحه، يعني تكون كامل حديد. تحكموها وتضربوا بها مليح الخليط تاعكم كيما راكم تشوفوا فيا. عباكم دائما نشوفوا في البريوش في الخبز في اي حاجه ديروا هذه الطريقه. الخبز تاعكم من البريوش يجي خفيف ريشه. انا كيما حنا نقولوا هنا خبط، كيما حنا نقولوا خبط هكايا دلكت خبط، كل واحد كيفاش. ان شاء الله نكون لحقت لكم المعلومه برك. وسمحوا لي اللي مضار يقولوا لي تهضري بزاف، سمحونا مش نهضر كامل راني نقجم، ولا غير يكتبوا لي يقولوا لي تهضري بزاف. نهضر بزاف ايه باش نفهمكم خياتي، ماشي قصدي باش نهضر باش نهضر، يعني نهضر باش نفهم خياتي. شوفوا هكايا. من بعد كات نستعملوا اليد كيف نقرص ونخبط، يعني كيما حنا نقولوا نقرصوا ونخبطوا حتى نتحصلوا على عجينه يعني تلصق، ماشي من يبسوهاش بزاف، تكون تتلاصق وتساعدوا يديكم بالزيت كيما راكم تشوفوا فيا. هنا حنا نعطيكم حاجه، اللي حبت تزيد مغرفه صغيره تاع زبده تقدر تزيد مغرفه صغيره تاع زبده. انا موالفه ندير مغرفه تاع زبده صغيره، يعني حزيت تحسن القوام تاع الموسكوتشو تاعكم. وهو بلا زبده يجي ما شاء الله، يعني بلا بيض بلا زبده يجي ما شاء الله. انا نقول لكم اللي حبت يعني
شوفوا كيفاش يجي عفوا. نديروا الزيت كما قلت لكم، عاونوا روحكم بالزيت، ديروا الزيت في اليان تاعكم وحطوها تخمر، ما حش تقعد بزاف، خلوها يعني نص ساعه ولا، وعاودوا وليو ليها، غطيوها كما شفتوني وعاودوا وليو ليها، يعني تصيبوها تنفخت شويه. يعني الخمير تاعنا حنخمروه المره الثانيه. هنا نروحوا للتدبيره خياتي. شوفوا هذه القوام، شوفوا الله يبارك تحسبوها ان كريم. هنا حنا نعطيكم تدبيره بالنسبه لليمو اللي يخدم موسكوتشو ولا هكا بريوش ولا اي حاجه اللي ندهنوها، زعما لي صابلي اي حاجه. حنا نديروا الزبده ومن بعد نرشوهم بالفارينه. يعني هنا سهلت عليكم. شوفوا تحكموا تجيبوا 50 غرام تاع زبده وتجيبوا 10 غرام تاع فارينه، ديروا لافاني ولا اي عطر يكون ليكيد احسن. انا هنا درت عطر الزبده، نتوما ديروا لافاني ولا زبده، ولا درت عطر الزبده يعني طاها واحد الريحه ما شاء الله. ونخلطوهم مليح، نضربوهم مليح، نتحصلوا على هذا القوام. اللي عندها الزبده، انا الزبده تاعي يعني استعملت فلوريال كانت طريه بزاف، يعني ضربتها نورمال. اللي ما ضربتلاش ولا تقدروا ديروها في تدفيوها شويه ولا تذوبوها ولا فوق حمام مائي ولا اي حاجه، يعني ليسونسيال تضربوها مليح تتحصلوا على داك القوام وتدهنوا به المول تاعكم. يعني هذا حيساعدكم في الخدمه، خير من ديروا الزبده وتحكوا ما تزيدوا ترشوا بالفارينه وتفروا هذيك الفارينه الزايده يعني. وميم طون كذلك راح يعطيكم يعني بريق للمسكوتشو تاعكم ولا البريوش تاعكم، ما يجيش يعني كيما حنا نقولوا هكا باهت، يجي عنده لمعه. كيما شفتوني خياتي كرست هنايا ودرت الشوكولا تاعي. تحبوا ديروا حتى حبه تاع شوكولا من الداخل، يعني حبه شيكولا ولا. انا المهم وحده درتها بالشيكولا ووحده درتها بلا شيكولا كيما راكم تشوفوا. هكا نديروا شويه شيكولا، ما تكثروش، انا هنا كثرت حتى خرجت لي. شوفوا ديروا شويه، كوروا وحطوا الحبات تاعكم، ستفوهم يعني في المول تاعكم كيما راكم تشوفوا، ستفوهم ونخلوهم يخمروا. انا دوكا هنا الخمير تاع الصح نخليهم داخل المول يخمروا، يعني يخمروا حتى يتضاعف الحجم تاعهم، صدقوني يجوا ما شاء الله. شوفوا هنايا درت انا الشيكولا، هنا قلت لكم كيما حبيتوا ديروها هذه شوكولا تختيني، ولا ديروا حبه تاع الشوكولا لداخل وتغلقوا عليهم. يعني انا قلت لكم يعني كنصيحه، قلت لكم زوج نصائح. انا ليسونسيال نديرو بلا شيكولا، يعني هنا وريت لكم. شوفوا هنا يعني الثاني تاعي، يا ربي راح لي سبحان الله وبحمده. المول تاعي الثاني درتو بلا شيكولا كيما راكم تشوفوا، هكا قرصوا القريصات تاعكم وكوروا، يعني كوروهم مليح برك، يعني ما يهمش، خاصه للمبتدئات اللي ما تعرفش، يعني تهبط لتحت هكا وتلم، تنقص الزوائد هذوك وتحط في المول تاعها. يعني دوك ينتفخوا ويتضاعف الحجم تاعهم ويجوا ما شاء الله. شوفوا العجينه دوكا كي راني نمس فيها، شوفوا كيفاش دارت بيبلات صغار، يعني العجينه ناجحه مليار في المية خياتي. كيما راكم تشوفوا هكايا نغطيهم ونخليهم يخمروا، نديرهم في مكان دافئ هكا. شوفوا بدا يتضاعف الحجم تاعهم، ندخلوهم للكوشه يطيبوا، غير يتضاعف الحجم تاعهم شويه ندخلوهم للكوشه، وراح في الكوشه يزيدوا يتنفخوا مليح خياتي. انا شعلت الكوشه من قبل، خليتها سخنت، ومن بعد ندخل البريوش تاعي غير نشوفوه حمار في الجوانب، نشعلو نطفي من التحت ونشعل من الفوق. كما قلت لكم خياتي، نطفي من التحت ونشعل من الفوق. شوفوا كيفاش يجي البريوش تاعنا، يعني طاب ما شاء الله. شوفوا كيفاش يجي ولا اروع هذا البريوش، وما يلصق لكمش كامل في المول تاعكم مع ديك التدبيره اللي عطيتها لكم، ولا بلا تدبيره ما يلصقش. هنا نشوف لكم الاختيار، انا عندي معجون تاع المشماش، نتوما اللي عندها الناباج ديروا ناباج، يعني عندكم عسيله ديروا عسيله، يعني ماشي مشروط زعما تقيدوا واش ندير انايا. عندكم عسيله ديروا عسيله، عندكم معجون ديروا معجون، عندكم ناباج ديروا ناباج، واش عندكم. انا عندي شويه معجون تاع المشماش زينت به، يعني دهنت الوجه باش يعطي ديك اللمعه، ودرت هنا شويه نوات كوكو هكا في الاطراف، ودرت كاوكاو. ديروا كاوكاو، ديروا لوز، ديروا جوز، ديروا واش حبيتوا خياتي، واش حبيتوا ديروا. يعني انا عطيت لكم هنا تزيين خفيف هكايا برك، يعني باش تعطيها لك الشكل الجميل. شوفوا كيفاش يجي. انا كان عندي شويه كاوكاو هنا محمص ومرحي، يعني زينت به هكا. عندكم لوز تقدروا ديروا لوز كيما حبيتوا خياتي.
ليسونسيال ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه نتاعي لنهار اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم خياتي ما تنساونيش جيم وبارطاج، اعطيو الوصفه حقها يعني بارطاجيوها، خلوا لي كومونتير، وان شاء الله تستفادوا ونستفادوا كامل يا ربي. هنا باش نقول لكم اللي حبت دير بلا ليمون هاني مع التالي اللي قعدت لي درتها بلا مول، ومن بعد كي بردوا لي ثقبتهم من التحت ودرت لهم الشيكولا لداخل. شوفوا كيفاش يجوا هكا الدراري يحبوا الشيكولا. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه.